كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله. اهلا وسهلا، مساء الخير، شراكم ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكون صحتكم واحوالكم بالف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي نهار جديد. اليوم الطاقه الايجابيه اختي لبست لاكولير هذه بدلنا شويه الوان ندير طابليه باش ما تتوسخش. اول حاجه اليوم باذن الله ان شاء الله حنبارطاجي معكم الفطور واش حنطيب، لان اليوم ان شاء الله ناويه اني نحط الطابله. يعني كنت حابه وساخفه اي وحده فينا تسخف اني نستف الطابله تاعي ومي عندي اختي ما استمتعتش بهم، خلاص ما حطيتهمش غير نهبط لتحت هذا مكان. اليوم ان شاء الله قلت ولا غنحط هنا ندير في الطابله. المره اللي فاتت كنا صورنا في قناتنا الاخرى العائليه، حطينا مي ولا غير كي اذن غير هبطنا لتحت ما كملناش. مي اليوم ان شاء الله ناويه نستف الطابله، نحط الطباس اختي، نحط مغارفين، نحط حوايج هكا نتمتع بهم شويه في رمضان ونبارطاجي معكم باذن الله ان شاء الله واش راح نطيب. شوفوا اول حاجه انا حطيت هنا المشمش وعين بقره خاطر راح ندير طاجين الحلو، وناويه ندير شوربه تاع لسان العصفور. المره اللي فاتت كنا درنا شوربه تاع لسان العصفور جات تهبل ديرها محمود. انا ملي دخل رمضان وانا غير مع الفريك 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 الفريك. انا من محبي الفريك اصلا، مي كي درت الشوربه تاع لسان العصفور في الاول جاتني شي غريبه، ومن بعد ولا غير كليتها غير جات بنينه. اليوم ثاني قلت نعاود ندير شوربه تاع نخرجوا شويه من الفريك نبدلوا نديرو شوربه تاع لسان العصفور. جبت واحد الخبز هكا تاع الطاكوس راح نحشيه ودوك نوريكم يعني واش راح ندير. وقلت ندير طاجين الحلو وهذا الطاكوس. واش ندير يا ربي لا شنو تفكرت باش ندير قلت لمحمود هذا وين خرج راح يشري لي صدر تاع الدجاج باش نخدم تاع الطاكوس، وقلت له جيبها معاك اذا لقيت باذنجان ان شاء الله حندير سلطه تاع باذنجان. الاول خممت ندير بوراك، من بعد قلت هذاك الطاكوس وهذاك بوراك تما يجوا في زوج محشيين وفي زوج يعني عجين نبدل. خليت قلت ندير سلطه تاع باذنجان وراح ندير باذن الله ان شاء الله تحليه تاع الفواكه. بما انه عندي الفواكه بنان تفاح كيوي دوك نوريها لكم ان شاء الله نبارطاجيها معكم. وكش ما ندير هكا باذن الله ان شاء الله خبزه ونبارطاجي معكم باذن الله ان شاء الله. بالنسبه للخبزه بالك ندير الخبزه اللي كنت شاركتها معكم المره اللي فاتت، خبز البيض هذاك التركي يجي خفيف ويهبل وثمثم نكملوا، يعني ما فيش خلطه بزاف ولا تعب بزاف. المهم دوكا يعدنا على بالكم شحال هاي الساعه، راهي 3 غير ربع، يعني دخلت متاخر. قلت لا ما ندخل بكري الكوزينه لانه ما عنديش يعني حاجات بزاف نبارطاجيها معاكم ولا تصوير. ان شاء الله برك نلحق 3 غير ربع وهو يأذن ديجا على 6، فباذن الله ان شاء الله عندي 3 سوايع في يدي ان شاء الله نلحق فيهم ونبارطاجي معكم باذن الله ان شاء الله. شوفوا البنات اني ديجا وجدتها وصدر تاع الدجاج دوك نقطعوا شرائح، وعندي هنا حبه تاع بصل كبيره شوفوا، وعندي فلفل الوان. انا عندي فلفل احمر والاصفر هذول اللي متوفرين عندي، ما عنديش فلفل اخضر، عندي غير فلفل الوان هذا اللي راح نستعملهم. وهنا البنات اول حاجه بديت بها قلت نبدا نوجد الحشو تاع الطاكوس هذيك اللي قلت لكم لي ساندويتش اللي راح نديرهم. بصراحه جاتني حاجه سهله، وثاني ثمثم نكملوها ما تديش الوقت بزاف. وصلنا لواحد المرحله اللي هي خلاص الواحد ما بقاش عنده الجهد به يدخل الكوزينه ويصنف وينوع، مي ولا غير هكذاك يعني يعطينا الصحه. حنا نسى رانا جبناها خلاص ما نقدروش نكملوا حتى لاخر رمضان ان شاء الله، يعني لازمنا نكملوا. هنا كيما شفتوا حطيت هذاك واسمها المشماش وباش ندير طاجين الحلو. هنا اول حاجه جبت هذا المقله حطيت فيها شويه تاع الزيت وحطيت فيها هذا الدجاج صدر تاع الدجاج عندي قطعته وحطيته هكا شويه، حطيت معاه فلفل الوان كل واحد واش يحب يستعمل. انا حطيت فلفل الوان وحطيت حبه بصل ودرت لهم زيت. قول له واش راك قول له توحشتك توحشت الساسيه تروح ليها اروح حاوس تروحها يا وليدي حوسي عن جد. يا قال لك جد الساسيه فلوس ها قال لك جدك قول له عندي برتقاله، قول له عندي، قول له تاكل برتقاله قول له تاكل الساسي برتقاله تاكل الساسي برتقاله. شوفوا راح ندير باذنجان سلطه تاع الباذنجان. ماما نعم لا بارده دوك سخنات. راح ندير سلطه تاع الباذنجان البنات. انا عندي هنا جبت زوج باذنجانات
شوفوا ندير لهم هكا، نشلحهم غير بالموس برك ودوك نحطهم باه يتشويو في الفور. شوف البنات دوكا راح ندير تحليه. انا راح ندير تحليه تاع الفواكه، بما انه عندي الفواكه عندي تفاح والبنان والفراز والكيوي. قررت ندير تحليه تاع الفواكه يجيو زوج طبقات. دوك نوريكم. اول حاجه عندي هنا لتر تاع الحليب. انا استعملت لتر تاع الحليب لانه كي نحب ندير بصراحه يعني ندير ليا ونمد ثاني. عندي اخت راجلي تجي تسهر عندي شيخي هكا نمد لهم ياكلوا، فدرت لتر تاع الحليب. اللي تحب تستعمل نص الكميه تقدر تستعمل نص الكميه. انا درت لتر تاع الحليب. عندي زوج تاع فلون فاني، وعندي زوج مغارف تاع نشا، وزوج مغارف وزوج مغارف تاع نشا، وعندي ثاني زوج مغارف تاع سكر. بالنسبه للسكر على حسب واش تحبوا نتوما، تحبوا تزيدوا تحبوا ما تزيدوش. انا راح ندير فيها زوج مغارف لانه الفلون فيه السكر. حطيت هنا زوج مغارف تاع السكر، وراح ندير زوج مغارف تاع نشا. بقاش ما يخلصش عيبكم، غير اغسل ماشينه يشاله ما باش يكون تسمعوا في الصوت تاعها. والله لما هذا صوت الماشينه عايزاه يقطع. وهنا حطيته فوق النار بعد ما عقد لي ويخثر نولي حطيته. شوفوا هنا انا حطيته في هاد الكاسات، جاوني تقريبا 9 يا ربي 9. هذه اللتر تاع حليب درت لي وحده 9 هكذاك، يعني ندير كميه ما شاء الله. اللي في عيله صغيره تقدروا ديروا غير نص الكميه اللي هي نص لتر تاع الحليب. مي كل واحد وكيف. انا درت هكا كميه كبيره باش ناكلو كامل ونمد لهم يعني كامل. هنا قطعت الفواكه. عندي كان عندي تفاح وكيوي والفراز، كان عندي البنان مي ما حبيتش نحط البنان، قلت يكحل لي ماغري عندي القارص باه نعترف نقول القارص مي والله ما درته. ما حبيتش ندير، قلت خليه يكحل ويفزد لي الشكل، تسمى حطيت غير هذا ما كان. وحطيت كطبقه ثانيه. شوفوا البنات هنا كيما شفتوا حطيت هذيك الطبقه الاولى. هنا دوكا طبقه الفواكه هنا كملناها، ونجيو للطبقه الثالثه اللي هي عندي نص لتر تاع عصير البرتقال. انا عصرت البرتقال 500 مليلتر، ودرت معاهم زوج مغارف تاع سكر، وراح نحط معاهم وحده تاع فلون فاني. هكا تسمى نكونوا استعملنا 3 علب فلون فاني. انا استعملت 3 علب، زوج علب هنا لانه هنا درت لتر تاع الحليب. شوفوا والله يبارك ما شاء الله لتر تاع الحليب شحال درت لي وحده، دارت لي 9 بولات. شوف هي دارت لي كميه مليحه. هكا اللي تكون عندهم عرضه ولا في عيله كبيره هاي الكميه قداش طيح لكم، خصوصا للسهره ولا للسحور. كاين اللي يحبوا هاد الحوايج ثاني في السحور. ساعه الواحد يحب يسحر حاجه خفيفه يسحر بها. هاو عصير البرتقال دوك نحطوه على النار، ومن بعد نجيو نحطوه هنايا. وهنا بنفس الطريقه نحطوه فوق النار نخليه حتى يعقد ويولي ثقيل هذاك الخليط، ومن بعد نجيو نحطوه كطبقه ثالثه. هذه هي بالنسبه للتحليه سهله مهله وما تديش الوقت، وثاني حاجه تجي بزاف بنينه حتى ميم الشكل تاعها يعني يجي بزاف هايل. اللي مازال عنده الجهد غير جربها. وهنا جيت كملت الخبز. شوفوا درت الخبزه اللي كنت شاركتها معكم المره اللي فاتت. هاد الايام قلت لكم راني غير ندير فيه هذا مكان باسكو تجي بزاف هايل. المهم درتها دهنتها وحطيتها طيب. وهنا جيت باش نخدم الساندويتشات هذو اللي قلت لكم عليهم. انا حطيتهم وليت حطيتهم في الفور. هنا عمرت هذوك لي ساندويتش بالخلطه اللي كنت خادمتها. شوفوا الشكل تاعهم كيفاش يخرج. ومن بعد وليت حطيت من فوقهم فرماج، كاين نوعت فرماج موتزاريلا وشيدر. سلطه تاع الباذنجان كيما شفتوا شويه زوج باذنجانات ودوكا قشرناهم نقطعوهم، ومن بعد نقطعوا حبه طماطم، ومن بعد نقطعوا نص بصله، ومن بعد نضيف لها الزيتون بتاع ده حبه زيتون ولا حاجه، وبعد كده نضيف لها زيت وملح وكده وكمون. شوفوا هنا قطعنا الباذنجان وطماطم ونص حبه بصله، هنا المعدنوس وثاني فصوص تاع الثوم. كده احنا زبطنا السلطه بتاعتنا. وزيت الزيتون شوفوا جبت هذا زيت زيتون جبته معايا عطاتو لي ماما متزير. شوفوا نخلطو هكا كامل مع بعضها. ودوك حطينا ملح ونحطو شويه تاع الكمون. نحط شويه كمون
ونظبط الدنيا. لازم اجيب الكمون. وهنا كان وصل وقت الفطور. المهم جيت باش نوجد الطابله، كنت بزاف فرحانه باش نشوف هكا كيفاه خرج لي الشكل تاعها. كما تعرفوا اللي متبعيني دائما رمضان كامل يعني نفطروا عند بيت شيخي، مي هذه المره قررنا انه نفطروا في الدار، نجهزوا طابلتنا. انا ثاني قلت نستمتع شويه بلومع نتابعي نحط الطابله نوجدها هكا. فهذا مازالت عندي الذكرى تاع الجزائر، راني كل يوم نحط منها شويه باش ما تكمليش. هنا كان الخبز طاب، هذيك السلطه تاع الباذنجان كيما شفتوا، وهذو لي ساندويتش تاع الطاكوس اللي كنت طيبتهم. ثاني حطيت طاجين الحلو. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور، فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب في. المهم وصلني كولي من الجزائر، دوك نبارطاجيه معكم. كاين واحد يعني طالع لمصر فجاب لي الكولي هذا معاه، وهذا وين وصلني هنا للدار. دوك نفتح ونبارطاجي معكم واش وصلني. الحاجه البنات، هذا اللبسه راهي وصلتني من الجزائر، هذا اللبسه راهي تجي من فرنسا، تهبط فيهم صديقه ليا اللي هي نور، راهي تهبط فيهم متوفرين في الجزائر. ثاني حاجه الاسعار تاعهم بزاف مناسبه، واسعارها هايله يعني ما تندموش عليها. اسعارها هايله مقارنه بالاسعار اللي رانا نشوفوا فيها حاليا، يعني سورتو كي قرب العيد الاسعار تولي فايته المليون ومليون ونص. مي لي بري تاعها بزاف هايلين، ميم الكاليتي هايله. اول حاجه عندي هاد لاغوب اللي كنت نشوف فيها، والحاجه المليحه انه عندها حوايج سامبل يتلبسوا كيما نقولوا في العيد وتخرج بهم تحوس بهم كلش، ماشي غير من مناسبه لمناسبه. انا هذا ستيل نحبو لي يكون سامبل تخرج به وين تحب. اول حاجه عندي هاد لاغوب اللي راكم تشوفوا فيها، هاي كيفاش جايه هنا، شوفوا ستيل تاعها، وتجي معها هاد البوشيت هكا صغيره. جوري فرحت بها كي عدت مع البوشيت هذه، قالت لي عندي صاك. هذه كاول لبسه البنات. شوف ها هي كيفاه جايه منا، ميم الكاليتي تاع القماش قلت لكم هايله. ها تاع هذا الجو بالنسبه للجو ذوكا اللي راه في الجزائر، هذه كاول حاجه، وميم البري تاعها هايل. ثالث حاجه اللي عجبتني بزاف اللي هي هذا الكوستيم. ابيكم قصتها الجوري جاتها تهبل، دوك نوريكم كيفاش جاوها اللبسه. شوفوا ها هي هذا الكوستيم انا خيرتها لها في لا كولير، عجبتني. جايه هكا فيست، ها جاي معها ثاني هذا السروال، ها كيفاه جاي تجي هكذا. شوف يعني عندي 3 لبسات تقدروا تختاروا. هذه البنات فيها لي طاي الكبار اللي هي نورمالمون 6 8 10، وهذه ثاني لبسه عندها ثاني بالاعمار، يعني عندها كاين موديلات واحد اخرين البنات، مي هذو اللي لقيتهم في السن تاع جوري. تقدروا تدخلوا لاباج تاعها، دوك نخلي لكم رقم الواتساب ونخلي لكم الانستغرام تاعها، تقدروا تدخلوا وتشوفوا كاين موديلات واحد اخرين بزاف. كاين لي جيب اللي يحبوا لي جيب مع الشيميز، اللي يحبوا موديلات واحد اخرين. مي انا هذا ما لقيت في سن جوري، لقيت هاد 3 موديلات، هذو هما اللي جبتهم في السن تاع جوري. وكاين موديلات واحد اخرين تقدروا تدخلوا وتشوفوا واش عندها كلشي، يعني ماشي غير هذا اللبسات، عندها بزاف يعني كلهم احلى من بعض. لكن للاسف هذا ما لقيت الجوري فقط. حابه نزيد لها، عجبتني واحد الشيميز مع الجيب، مي ما لقيتش في العمر تاعها. وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما لبست لها اللبسه جيت باش نوريها لكم. هنا اول لبسه كيما تشوفوا هذا السروال مع الشميز، هاو كيفاه جاوها. بالنسبه للشميز شوفي ستيل تاعها جاي بزاف هايل، ميم الكاليتي مليحه، كانت بزاف فرحانه بهم. هذه كاول لبسه دوك تشوفوا. هذه لاغوب اللي كنت لبستها لها جاي معها الصاك هذا، كانت بزاف فرحانه به. خصوصا البنات جوري كانت محتاجه لبسه، لانكم عارفين الوليدات صغار ثم يكبروا يطوالوا، تما اللبسه تاعها كامل صغارت عليها. وبالنسبه للبسه الاولى راه كاين في السروال نورمالمون لي كولور، كاين البيج كاين الغوز
وزيدوا ادخلوا لاباج تاعها وشوفوا كاين موديلات واحد اخرين من اللبسه. انا هذو اللي لقيت قدها تما كوموديتهم. خلي لكم باجا تاع الانستغرام والنيميرو تاع الواتساب تاعها هنايا، شوفوهم. وهذه بالنسبه للبسه الثالثه، شوفوا كيفاه جاتها سيده اعمال. فنخلي لكم لاباج تاعها، ادخلوا زيدوا شوفوا لي موديل الاخرين باش تلحقوا تجيبوا ان شاء الله قبل العيد اللي مازالوا ما شراوش. بعد ما كملت هنا رحنا درنا سهره خفيفه ظريفه. هنا حطيت التحليه وحطيت هنا كنا درنا هذا المشروب تاع فيمتو. كنا مع السهرات الرمضانيه، دوك نوليو مع السهرات تاع الكاطو ونرونو ان شاء الله. فباذن الله ان شاء الله نبارطاجي معكم واش راح نوجد كاطو واش راح نطيب الايام المقبله ان شاء الله يا ربي. وقولوا لي نتوما اسكو بديتوا ولا مازلتوا ما بديتوش. وهذا هو الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم. ما تنسوش تحطوا لي لايك، ابوني للقناه اللي ماشي مابونين، وشكرا لكم بزاف لدعمكم وشكرا لتعليقاتكم. ودوكا جينا باش نسهروا درنا فيمتو. هذه البنات اصلا القرعه كانت عندي من العام اللي فات. شوف جيت باش نوريكم التحليه اللي كنا خدمناها كيفاش تجي. شوف ها، هذه الطبقه اللي من تحت تاع الفاني وتجي طبقه تاع الفواكه. ولا غتجي بزاف بنينه. حلقوه ني انا وخديجه خديجه ساهرين. لا عايزين نكمل قزازتي على اخر الشهر. المهم دوكا نخليكم ان شاء الله يكون عجبكم فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا، ونقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.